واولا كما كيعرف الجميع ايهاب هو صديق ديالي لمده سنوات، وهذه ماشي اول تعاون ديالي معاه. فايت اشتغلنا في مسلسل السر قديم اللي لعب فيه الاخ ديالي الاصغر، لعب الدور ديال البدر وانا لعب الدور ديال البسبوسه. وهذاك المسلسل عنده دابا واحد 5 سنوات، لقى نجاح كبير في المغرب والحمد لله. ايهاب اخ وصديق. المره التاليه فاش كتب الكلمات ديال الاغنيه ولحنها ديال نساني، اتصل بيا واقترح عليا الفكره، وعجبتني الفكره ديال الكليب، لانه الناس اللي تفرجوا في الكليب تيحسوا به بحال شي فيلم ديال السينما، فيه بدايه وعقده ونهايه. و يعني حتى تكنيكمون اشتغلنا مع مخرج كبير اللي هو كوديجي محمد بشركه ماكس تيمز. دونك اقتنعت بالفكره، ومني عرفت شكون اللي غيكون في ليكيب تكنيك، قلت ليه بوكو علاش لا. وايهاب اخويا وصديق ديالي، هذا ليه على انني غنخدم معاه كل ما عجبنيش العمل، ولكن كنثق في ايهاب. وفاش سمعت الاغنيه تاكروشيت لها بزاف، ولو بيرسوناج عجبني بزاف، واشتغلنا في جو عائلي وبخير وترونكيل، وصورنا في مراكش وكان داكشي هائل. المهم تيخصو يلعب في اي حاجه، ملي كنقول اي حاجه زعما اي سيبور، سوا في ان كليب، سوا في السينما، سوا في التلفازه، سوا على روك خشبه المسرح، حيت انا ولد المسرح خريج كونسيرفاتوار ديال كازا. دونك على باز انا تكويني مسرحي، يعني كون قدرت مثلا نعيش من المسرح 100%، كون ربما جا ما يديرش التلفازه ولا السينما ولا الكليبات ولا شي حاجه. ولكن مع الوقت الوقت كيتطور، لي سيبور كيتطوروا، ودابا هادشي ديال الديجيتال يعني ولا غادي بواحد السرعه وواحد الوتيره اللي هي كبيره بزاف. دونك ديكو خاصك انت كممثل ولا كفنان تادابتا مع هادشي اللي كاين. شوف على غفله مسلسل الصباح كيدوز دابا، بدا في رمضان ومازال كيدوز دابا، كنعتقد الحلقه 17 حاليا فاش كنديروا هذا الانترفيو. اتصل بيا هشام الجباري المخرج اللي كنوجه ليه تحيه، مخرج انسان حقيقي داك السيد، واقترح عليا الدور، والدور كان سميتو سطوف. وانا كما كيعرف الجميع حتى في السر قديم حتى هو اقترحت على المخرج محمد امين منى باش نديروا ليه بسبوسه. كنبغي ندير هاد لي سورنون هادو حيت كيبقاو عاقلين عليهم المغاربه، وكندير بهم ديديكاس لولاد دربنا، حنا ولد درب سلطان. دونك كنجيب دوك الناس من الواقع وكنحاول نعاود نحييهم، مثلا دوك الناس اللي ماتوا ولا شي حاجه كنعاود نحييهم. دونك تريميشه شخصيه ماشي بحال باقي الشخصيات، واخا الناس كيشوفوني ديما قبيح، ولكن ماشي بحال باقي الشخصيات، هذا قبيح من نوع اخر بكاركتير اخر. هذا واحد الانسان ما عندوش القلب، بدون انسانيه، بدون شفقه ولا رحمه. لان لحد الان الناس مازال ما سافوش تريميشه ديال بصح. حنا في الحلقه 17 من الحلقه 30 الناس غادي تكره فريمون تريميشه كما كرهتو انا في السيناريو قبل، ملي كان سور بابي. لعبته بقلب بوفاء من القلب، الحمد لله وصل للقلب. كاين تجاوب كبير كما كتشوفي. الناس كلهم دابا مابقاش بسبوسه، ومابقاش مهدي، ومابقاش بزاف، ولا دابا تريميشه. وانا فرحان بهذا الدور هذا، وكنتسنى فريمون الحلقات اللي جايين حتى باش نكتشف بحال الناس. مش غادي نقول لك، هو الممثل بصفه عامه كيبغي يغير. ما يمكنش تكون نمطي وتلعب نفس لي رول في حياتك كامله. ولكن الا تقترحات عليك، يعني ماشي نفس الادوار. عمر دور ما يشبه الدور. مشرمل ماشي نفس التشرميل، فهمتيني. قبيح ماشي نفس القباحه. واحد ظريف كيليميني راه ماشي كيليميني ديما كيكون بحال راه سان كاركتير. فين كاينه الصعوبه عند الممثل؟ كاينه في انه خصو يجتهد اكثر، حيت قدر الناس يقولوا راه لاعب بحال. خاصك تجتهد اكثر وكل حاجه تقسمها. ولكن انا اكيد على انني باغي نلعب بزاف ديال الادوار، باغي نلعب بزاف ديال الانماط، وغاني لعبت ادوار اخرى سيرتو في المسرح. مع الاسف الناس ما كتمشيش بزاف في المسرح، كاين عزوف على المسرح. كون جاو المسرح كون شافوا. لعبت عشيه ومعيشه اللي هي مسرحيه من التاليف والاخراج ديالي اللي دازت على القناه الثانيه. لعبت مسرحيه المجدوب مع سي محمد مفتاح مع الفونداسيون طيب الصديق الله يرحمه. لعبت مسرحيات كثار. تما فين كنقدر نكون انا وكنوع وكنختار وكنجلس مع اللي كيكتب كنقول ليه غنديروا هكا نديروا هكا. ولكن التنوع كما قلت لك هو الحب والعشق ديال اي ممثل. ولكن انا كتجيني بالعكس، كتجيني خدمه كبيره انهم كيجيوني هاد الادوار تقريبا في نفس التيم، في نفس التيمه يعني انا اللي كنبان مجتهد وكنجتهد من حاجه لحاجه. وما نكذبش عليك، ملي تنكون في شي دور وتيبان لي انه ماشي قريب، ولكن في نفس التيمه ديال شي دور اللي لعبته قبل، كنتعذب ديال بصح، وكنحاول ما امكن ما نكونش انا هو انا. ولا اعتقد انه الناس غادي يقولوا بانه تريميشه دابا هو بسبوسه ولا هو واحد اخر، لان تريميشه فريمون بيرسوناج وكاركتير جديد عليا. السؤال كيتشطر عليا بزاف. انا خريج كونسيرفاتوار ديال كازا، خايت 7 سنين باش تخرج مزيان. يعني استاذ التعليم الفني كما كنقولوا. كنقرا غير المسرح دابا، كنقرا غير التمثيل امام الكاميرا في مؤسسات في بزاف ديال اللعيبات. ولكن كنعتقد على انه واخا خلينا نسميوها ناس باغا تمثل، ونجيك للدخلاء من بعد. الناس اللي باغا تولج ميدان الفن، حنا كنعرفوا على انه الولوج للفن هو حق دولي،
والماده 15 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الثقافيه في الماده ديالو 15 في الجزء ديالو الاول كيقول على انه من حق كل فرد في المجتمع ان يشارك في الحياه الثقافيه وان يمارسها. ما معنى المشاركه في الحياه الثقافيه؟ المشاركه في الحياه الثقافيه هي واحد من غدا بغى يبدع، يرسم، يدير الفن، يغني، من حقه. هذا حق دولي، ما نقدرش نمنعو نقول ليه لا ما ديروش، هو حق، والمغرب مسيني على العهد، دونك ما نقدرش نقول ليه. ولكن شنو نقدر نقول للدخلاء؟ نقدر نقول لهم حاجه وحده: حشموا على عراتكم. علاش؟ حيت السنطيحه ما خداماش ديما. تقدر تساطح في الفيلم الاول الثاني مسرحيه، لا المسرح ما عمرك تساطح فيها، داك طلع سيغ سين حاجه اخرى. تقدر تساطح مره جوج مغابره اذكياء، كتبان ما عندكش اصاحبي. علاش غدير شي حاجه وانت ما كتعرفش لها، ما كتقناش انت مع نفسك، بلا ما يقولك شي واحد لا منعاك، بلا ما يمنعك شي واحد، منع راسك مع نفسك. واش غدا مثلا هز بروخي تمشي تخيل شي واحد رجلو لا تهرس لا تجرح، وراه هي نفس العمليه. غدا مثلا نهز الميكرو وانا ما عندي الصوت ونبدا نغني، شنو ما جاتش. واحد يحترم مع نفسه باش يحترموا الناس. واللي بغى يتشهر، راه دابا ولا كلشي مشهور، ما نوليش ممثل باش نتشهر. خلي التمثيل عنده الناس ديالو، الناس الحرفيين ديالو، خلي الدومين هذا عنده واحد القيمه ديالو، خلي انافه ديال الممثل. ما عرفتش شنو هي الفن. الفن راه كلمه كبيره بزاف. دابا ولات تخلطات وتجلطات، ولا بغات تصفى كما قال سيدي عبد الرحمن المجدوب، طلع خزها فوق ماها ولا بغات تصفى. راه مشكل هادشي كيألم الناس الفنانه ديال بصح. انا دابا تندوي على راسي، ما تنقولش كنا فنان ديال بصح ولا شي حاجه، نخلي الناس يقولوا واش فنان ولا ماشي فنان، هذا راي الناس. ولكن الواحد يحشم على نفسه وعلى راسو. ما عندكش موهبه بلاش، راه الله لا عطاها لك راه عطاها لك. اكيد انك خاصك تسقلها بالدراسه، ما عنديش مشكل انك تكون عندك موهبه وتمثل كاع بموهبتك، وشي نهار تفكر انك دير شي فورماسيون ولا شي حاجه مزيان. ولكن انت على باز ما عندكش موهبه، ليش غتزاحم مع الناس اللي عندهم موهبه وخريجين المعاهد تبارك الله كل عام كيتخرجوا، لا من الكونسيرفاتوار لا من ليزاداك في الرباط، عطا الله لك الناس اللي كتخرج كل عام. علاش غتجي انت من شي بلاصه وتزاحم معنا؟ زعما علاش؟ هادشي كيهبط على السوق، كيهبط القيمه، وحتى المغاربه ما كيبقاوش يحترموا الفنان الحقيقي. تولي بان لهم كلشي بحال اي سي نورمال، كنفهمهم انه فريمون كثر هادشي كثر. دابا ولا اي غاطي في العالم، شي واحد غاطي ما دار والو في حياته، ما قراش، ما شفتش الباك ديالو وحل اجي نقلبها تيك توك، واقيلا شي نهار نقدر نمثل. نو، ما زوينش هادشي. انا اللي نشجع عليه هو الدراسه، ماشي ضروري باش تكون ممثل. قرا باش دير شي حاجه في حياتك، وديك الساعه الا صدقت تمشي راه صدق. وي كاين المسلسل ديال يد الحنه قريبا غادي يخرج ان شاء الله مع المخرج رؤوف الصباحي. لعب فيه دور مغاير، دور ديال المحامي، قصه حب هاد المره كيليميني ترونكيل، ما كاينش مشكل. دونك يد الحنه ديال رؤوف الصباحي. كاين المسلسل اللي غادي يدوز اللي هو 12 ساعه. الناس اللي عقلوا على ساعه في الجحيم اللي كانت هذه سنوات، يعني غترجع بطريقه جديده مع نفس شركه الانتاج. المخرج هو ايوب الهنود. انا لعبت احد الحلقات ديالها بدور بطولي 100% اللي هي 12 ساعه. وكاين واحد فيلم سينمائي يلا اتصلوا بيا هذه السيمانه، منين سيني كونطرا نقول لكم. قناه القناه الكلمه اللي غادي نقول لهم هو شكرا على المواكبه. خص يعرفوا ان جميع الفنانه او الناس مسلطه عليهم الاضواء، ما يمكنش يكون فنان او مشهور بين قوسين بدون اعلامي، وما يمكنش يكون اعلامي بدون فنان، لانه هو علاقه تكامل. دونك كنتمنى مستقبلا هذه العلاقه تبقى دائما في التكامل، لانني مؤخرا وليت كنشوف بعض المناوشات ما بين الصحفي والفنان. هذا الشيء ما بغيتوش وما زوينش، وكيستغلوا ناس اخرين. بالعكس، الاعلامي والفنان هي علاقه تكامل وتآزر، والاعلامي هو اللي كيبين الفنان بصفه عامه. الفنان كيدير خدمته، ولكن بحال هاد اللقاءات الواحد يعرف شنو كاين في راس الفنان، شنو غادي يقول، شنو الجديد ديالو. يعني لولاكم انتم ما نكونوش حنا. دونك الشكر والتقدير لكم خاص. وبالنسبه للناس اللي كتبع جلال قريوه، ما بغيتش نقول الجمهور ديالي لي فان ديالي، لا، الناس اللي كتبع جلال قريوه وكتبع الاعمال المغربيه وكتشجعها، كنبغي نقول لهم شكرا بزاف. شجعوا المنتوجات الوطنيه ديالكم، لان فريمون غادي يفتحسون، لا ارمي احد بالورود، فريمون غادي يفتحسون. كنديروا مجهود كبير. السيناريو ولاو دي جون كيكتبوا الحمد لله، المخرجين ولا التكنيسيان ولاو يعني في مستوى عالي وكبير. دونك شجعونا وحنا راه معاكم. وحنا كنبيعوا الفنان، كيبيع لا جويسونس، كيبيع المتعه. لان ما يمكنناش نعيشوا بدون فن، بدون موسيقى، بدون رسم، بدون بزاف ديال الاشياء. دونك الفنان كيبيع المتعه، وكنتمنى فريمون انني نكون كنبيع المتعه الناس اللي هي اغلى ما كاين. هادشي ما كاين. شكرا لكم بزاف.